طائرات درون تراقب عيد الأضحى من السماء. هل يمكن أن تذبح أضحية هذا العام دون أن تكتشف؟ في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى فرض الانضباط الصارم خلال عيد الأضحى، أصدرت سلطات عمالة تسلا تعليمات حازمة للسلطات المحلية باستخدام الطائرات المسيرة الدرون لرصد أسطح المنازل ومراقبة أي خروقات لقرار منع نحر الأضاحي هذا العام. تهدف هذه الخطوة إلى تتبع أي محاولة للالتفاف على القرار ورصد الذبح غير القانوني في الخفاء، خاصة بعدما بدأ بعض المواطنين في التوجه إلى أماكن غير مرئية لتنفيذ طقوس العيد. ووفقا لمصادر موثوقة، فإن أي خروف يتم رصده في وضعية استعداد للنحر سيتم حجزه فوراً من قبل السلطات المختصة ونقله إلى المحجز الجماعي في إطار تطبيق صارم للإجراءات الزجرية. وتأتي هذه التعليمات في سياق مجموعة من الإجراءات التي عممت على مختلف العمالات والأقاليم في المملكة، استجابة للتوجيهات الملكية التي شددت على ضرورة تعليق شعيرة الذبح هذا العام بهدف الحفاظ على القطيع الوطني من الأكباش في ظل تحديات نقص الأعلاف وندرة المياه وارتفاع أسعار الماشية. هل تؤيد هذه الإجراءات؟ وهل تعتقد أن استخدام الدرون هو الحل الأمثل؟ شاركنا رأيك.